ان القيمه حقته انا ابغى اجي المشاهدين على الاقل معلومه اذا سمحتوا لي. لاعب القضيه الصقر نايف هزازي عبر حسابه يؤكد مثل ما قال لي علي الشمري قبل شوي، يؤكد انه اسباب دفعته الى مغادره الليث البيت او نادي الشباب والانتقال مباشره الى نادي النصر. نقول لفريق النصر مبروك هذه الصفقه، ونقول ايضا يعني وزي ما انتم شايفين نايف الشليل يضع سيجي. الموضوع انا النادي في نادي بيبيع من اجل شباب وقع الان، عفوا شباب وقع، عفوا شباب انتقل لاعب من الشباب، وقع الشباب وقع اداره الشباب النصر وقع. ما غرد اللاعب الا انه خلص. والله احنا لا نريد نتكلم في هذا الموضوع الان، خلينا في موضوعنا وبعدين اذا انت تبغى تتكلم هو طرحه الان، هو في سؤال لا هو طرح هذا شيء اخر. المشاهد لازم لا هو بالنسبه للخبر انا اللي اقوله انه في الهلال خسرتوا صفقة نايف هزازي ولا ما دخلتوا فيها؟ لا تسألني أنا؟ إيه؟ لا ما دخلنا فيها. ما دخلتوا فيها. أنا حد تتمناه في الهلال؟ حد ما في واحد ما يتمناه، لاعب ممتاز، لاعب هداف بدون شك، لكن بالقيمة هذه أنا أعتبره غالي جدا. غالي. يعني أنت تسألني أنا بالنسبة لكن اسمح لي في نفس الوقت لاعب كرت بلانش، يعني في أي نادي حيروح له حيفيده، لأنه أنت تحكي لك عن خانة اللاعبين فيها قليلين والمتميزين فيها قليلين، وانت تحكي لك على خانه الهداف ممكن يوفق وممكن بعد هو مميز ومطلب كعضو شرف نصراوي. كعضو شرف نصراوي كيف هذه الصفقه؟ بالعكس انا الحقيقه اول شيء ابارك للنجم هزازي انتقاله من نادي كبير الى نادي كبير، وايضا ابارك لنادي النصر وجود هالنجم اللي راح ينضم الى كوكبه النجوم ان شاء الله، واتمنى له التوفيق، والحقيقه سعيد وايضا ان شاء الله جمهور النصر مقبل على اخبار جيده ان شاء الله في القادم الايام. انا برجع طال عمرك